الأبطال. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معنا هنا في ملعب المباراة، في الملعب الوطني، اللقاء الودي الدولي ما بين منتخب البرازيل، 5 بطولات كأس عالم، بطلة كوبا أمريكا في النسخة الأخيرة 2019، أمام منتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا ثالث أفريقيا الأخيرة في مصر 2019، وصاحب 3 بطولات أفريقية، بالإضافة للمشاركة في آخر 7 بطولات كأس عالم، شارك في 6 منها. وبالتالي النهارده مباراة قوية ومباراة منتظرة. المنتخب البرازيلي يبحث عن الفوز والانتصار الغائب في ال3 لقاءات السابقة لأول مرة منذ 2013 أمام منتخب نيجيريا. تعادل كان جمع ما بين منتخب أوكرانيا ومنتخب نيجيريا في لقاء ودي كان الشهر الماضي، وكان هناك تعادل منذ أيام في هذا الملعب هنا في سنغافورة ما بين منتخب البرازيل ومنتخب السنغال، طبعا بهدف لكل فريق. المنتخب البرازيلي اليوم يدخل بتشكيلة فيها تعديلين فقط النهارده، يعني خروج كوتينيو ويبدا باللاعب ايفرتون. لا طول امامنا جابرييل جيزوس المتالق مع مانشستر سيتي، واول كوره واول متوقع نيمار في اللقاء اليوم. وادي امامنا لودي، الكره اللي هتلعب في الاكوادور. ادي امامنا استلم على طول فيرمينو، الهدف الاول يضيع امامنا هنا من نجم المتالق مع فريق نادي ليفربول، واللي سجل الحقيقه في هذا الموسم في مرمى نادي ساوثهامبتون. سجل على طول تحرك المره دي داني ألفيش، احسن لاعب في بطوله الكوبا امريكا الاخيره، لاعب ساو باولو، وايضا من بالمراس اللاعب ايفرتون. ادي امامنا الكره على طول، الكره اللي تبعت تعود من الكره الى ايوبي، الكرات العرضيه الخطيره، استلام واول تصدي هنا من جانب إيدرسون، ويضيع فيكتور اوسيمان امامنا اول فرصه واول محاوله. جانب اليمين داني ألفيش، ألقاب وبطولات وصلت إلى عدد من اللاعبين الكبار، وكان بقى تساوى كده مع تافاريل في عدد المباريات مقابل 1 طبعا في بطولة كأس العالم 2014. ادي امامنا كوري ألفيش، العطاء الكبير 36 سنة لكن ما زال قادر على العطاء. صحيح الرقم القياسي ما زال عند النجم كافو اللي بيحمل 142 مباراة، لكن امامنا هنا عالضيق قوي، وادي ترقيصه عالضيق، يا ولد يا لعيب. امامنا جابرييل جيزوس المتالق مع السيتيزنز امامنا، لكن كره الكعبل في قدم اللاعب ايفرتون. نيمار منه، لكن تشيكوزوي الخطير الى سيمون موزيس. لك في اطار دوري الابطال، فوز على ريال مدريد 3 في غياب نيمار، فوز على جلطة ايضا بهدف، ويبدو ان في الدقيقه 12 من اللقاء ويدخل مكانه كوتينيو تبديل اضطراري اول في المباراه. برازيلي كوتينيو بديلا لنيمار في محاولة الوصول والسقوط. جنب الشمال لودي يلعب الكرات العرضية، لودي. ادي امامنا جابرييل جيزوس، 4 أهداف ليه هذا الموسم مع مانشستر سيتي. وادي امامنا راسية من جانب اللاعب المهاجم ايفرتون. امامنا هو طبعا سواريش، ولكن راس نادي بريستون في اطار كاس الرابطة. كرة ملعوبة حلوة قوي المنتخب. اوسيمان امامنا في بداية المباراة، وايضا فريق نادي اودينيزي الايطالي. على طول الكره الخطيره نيران الصديق ماركينيوس نجم البي اس جي اللي سجل في مرمى تولوز في هذا الموسم، واللي بيملك ذهبيه اولمبياد ريو في نصف نهائي. طبعا كان الجزائر، ثم فازت على تونس في الثالث الاخيره بتاعت ماركينيوس. لولا يعني الكره مرت بسلازيم يضغطوا. الكره ملعوبه حلوه قوي، الكره العاليه، لكن المره دي على طول حارس المرمى الحارس اوزو. كره القدم ادي امامنا استلام على طول، الكره الاماميه السريعه، لكن دي عمل اكتر من كره عرضيه. كاسيميرو يلف كره عرضيه خطيره، يا ولد على الكره الراسيه الخطيره في اللقطه الماضيه، وفرصه من جابرييل جيزوس، ولكن الحارس المرمى فرانش. لقب الارجنتين، 14 لقب البرازيل سيده كره القدم في العالم، وارض كره القدم اللي يعني توجت بلقب كاس العالم البرازيل في 5. ده كوتينيو، هجمه حلوه، ممكن هدف جميل لو جاء، ولكن يضيع فيرمينو الكره ويتصدر يا الحارس إيزو. هو منتخب البرازيل في افضل فتراته في المباراه. صدمه خروج نيمار ودخول كوتينيو، الفرصه الكبيره وركنيه لصالح المنتخب النيجيري. السوبر داني ألفيش امامنا دائما وابدا يدخل في العمق. داني ألفيش كره الاماميه لكن سهله الى حارس المرمى اوزو. سلسه المهاره الرائعه. ادي امامنا ايفرتون يحاول يعدي بالقوه، لكن ميوزيس سيمون يصلح كره حلوه عايز يروح بيها، وراح وسجل امامنا اهو، يسجل للمره الثانيه على التوالي في ثاني لقاء. جوزيف اريبو
جوزيف أريبو صاحب ال 23 عام في هذا الاختراق الرائع لدفاع المنتخب البرازيلي. المنتخب النيجيري يقدم الأداء الممتع المنتظر، وهدف هنا للمنتخب الإفريقي في مرمى منتخب السيليساو عن طريق جوزيف أريبو اللي اخترق بهذه المهارة وهذه الكيفية وسجل في مرمى منتخب لاعب فريق ليل اللي راح في الجنب اليمين ومرر إلى موزيس. تعود المنتخب النيجيري الثقة والمعنويات، وادي امامنا كرة تسدد من جانب تحرك المرة دي من جانب اللاعب اوسيمان امامنا راسية، لكن ارتور ادي الانطلاق. ارتور يحاول المرور ولكن خد القرار وتأخر في القرار، ويشير يانسن فوق امامنا بركلة صوته. هيلعب الشهر القادم ان شاء الله امام منتخب بنين يوم 11. ادي الكرة وهدف التعادل يضيع هنا، لكن تغطية ممتازة في اللقطة الماضية من القائد امامنا تروست ويليام. ركلة ركنية، كوتينيو يلعب الركنية. المنتخب البرازيلي محاولة